السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مساء الخير واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحكاية. زيادة البنزين والسولار مزعجة جدا للناس. الناس عارفة انه كان هيبقى فيه الزيادة، ولكن ما كانش حد متخيل انها هتبقى بالحجم ده ومرة واحدة كده. الحكومة قالت انه يا جماعة احنا مش هنزود الاسعار تاني بتاعة المحروقات لمدة 6 شهور. طيب ما دام قدامك 6 شهور ليه شيلتنا 2 جنيه في كل حاجة دلوقتي؟ ايه السبب؟ انت عايز تظبط التزاماتك، عايز تظبط الفاتورة بتاعتك. ماذا عن فاتورة المواطن؟ ماذا عن فاتورة المواطن المصري؟ انت لما زودت 2 جنيه في السولار، خد عندك بقى نقل السولار. طبعا كل النقل هيزيد. مواصلات من انا مش بقول لك لا تحريض ولا توقعات، لا لا لا، هو من بكره كل المواصلات زادت النهارده، ومن بكره حضرتك وانت بتركب هتلقى الراجل يقول لك ما هي زادت، ما هي مش عارف ايه. الانبوبه التجاريه اللي حضرتك زودتها مره واحده 100 جنيه، اي فول وطعميه، اي مطعم، اي اماين طوب، اي كل ده هيزيد. الانبوبه بتاعت البيت اللي زادت 50 جنيه فجاه. يا سياده رئيس الوزراء، هو الانسان المصري هيعيش ازاي؟ انت بتنفذ الاتفاق مع الصندوق. الصندوق قال لك شيل الدعم، بس ما قالكش ازاي. انت بقى المفروض تقدر تتصرف، تقدر تعمله بالتدريج، تقدر يعني ان الناس تقدر تستوعب هذا الامر. العيش السياحي من النهارده وبكره حاجه من اتنين. برضو انا اسف ما تزعلوش مني، انما مش انا اللي عامل القرار. حاجه من اتنين، يا حجمه هيصغر اكتر ما هو صغير، يا ثمنه هيزيد. ما قداموش حل. ما هو المازوت او السولار او اي حاجه هو بيستخدمها في هذا الامر ثمنها زاد. هيبقى على مين؟ هل هيحافظ على حجم رغيف الخبز رحمه وتكافلا؟ ولا اي حد حاجه، ولا اي حد حاجه. الوحيد اللي خسران في الموضوع ده هو المواطن. نقل خضار، نقل فاكهه. طيب انا عايز اسال سؤال، حضرتك كدولة أيضا هتخسر. يعني من أكتر الأطراف اللي هي هتخسر بسبب الزيادة الدولة. يعني مثلا الدولة بتعمل العيش المدعم اللي هو بريال ده. طيب ده ثمنه هيزيد؟ لا. طب انت يعني هتتحمل الفرق؟ واحد اتنين، بكرة السيد كامل وزير النقل كل المواصلات والقطورات هيتحمل ان هو يزودها. اخر مره زودها. طيب لو ما زودهاش الدوله هتتحمل الفرق، فهتبقى انت برضو تدفع فلوس الدعم. وقس على هذا من هنا لغايه بعد بكره خسائر الدوله. انت وفرت كام وخسرت كام؟ انت طبعا وانا مغمض من غير ابقى اقتصادي وامبريقي وعندي جداول وبتاع، الدولة تخسر اكثر من الوفر بتاع البنزين والسولار. فهمنا تاني انه ده طلبات الصندوق وده اللي الاتفاق مع الصندوق. انما اهو اسعار خطوط هيئة النقل العام جايز زادت شوية، مش هتزيد قوي، انما انت في النهاية لو ما زودتهاش حضرتك هتدفع الفرق ويبقى عليك الفلوس. لو زودتها يبقى حضرتك عملت مشكلة للناس. المواطن هيعيش ازاي؟ اللي بيركب تاكسي
بكره زياده او النهارده زياده، اللي بيركب اوبر ومشتقاته النهارده زياده وبكره زياده، كل حاجه هتزيد كروس ذا بورد، تضخم كروس ذا بورد من تحت لغايه فوق. طب يا جماعه كان بشويش، هو اللي بياخد القرار ده ما بيفكرش؟ يعني الناس اللي قعدت ديت وقررت انها تاخد هذا القرار ما حسوش ان ده كتير؟ ما حسوش ان ده صعب؟ ما حسوش ان كل ده دفعه واحده؟ طب انت قدامك وقت من هنا لاخر السنه. انا مش عايز اقول لك ان انت كان من الاول، لان انت كان قرارك انك مش هتشيل الدعم كله السنه دي، رجعت لنا فجاه قلت لا انا هشيله كله السنه دي. طب وانت قاعد مع الصندوق ده ما كانش ينفع تقول له الكلام ده؟ ما ينفعش ترجع له تاني تقول له ده انت لسه قابض منه مليار و200 مليون، وبرميل البنزين او برميل النفط بيقل، هتقول لي لا ما انا ما بشتريش قبل كده. طب وبعد كده هتشتريه بكام؟ انت هتبيعه لنا بالغالي وبالكوع والنار، وانت الكام شهر الجايين ايه؟ انت شاري سنتين قدام؟ انت شاري شهرين ثلاثة. طب والاسعار اللي بتنزل دي دلوقتي، يعني ينعم المواطن في كل مكان في العالم باسعار نفط وبنزين متدنية وبتنزل عليه كل يوم، ومصر هي الدولة الوحيدة اللي في هذه الظروف المواطن يروح محطة البنزين يدفع فلوس اكتر. على فكرة هو السولار بالنسبة له لسه قدامه لغاية 20، يعني هو لما تسأل طب وهي الدولة السولار كام؟ هو لسه الدولة بتدعم لغاية دلوقتي، هو عايز يلمس 20. طيب على ما تلمس 20 وفي النهارده الدولار ابو 51 وناس مقدرين انه من هنا لاخر السنه يبقى ب 56، فلما الدولار يزيد تاني هترجع تقول لي لا انا لسه ما شلتش الدعم لفرق سعر الدولار فانا همد تاني وابتدي ازود تاني؟ على فكره احنا في المرحله، احنا في تاني مره، يعني احنا اول مره قالوا لنا على فكره خلاص الموضوع خلص وشلنا الدعم، رجعوا تاني قال لك لا ما هو لما حصل النطه من 30 ل 50. انا عايز اسال سؤال، هو مين مسؤول عن كل الكلام ده؟ في ظروف طبعا يعني دوليه وعالميه وكل شيء، وكان في كورونا وكان في حروب وكان في كل حاجه، بس الهاندلنج، التعامل مع الازمه اهم دايما يا جماعه من الازمه. يعني انت خلاص امنا وعرفنا هنعمل ايه، هو البنزين لازم يزيد، انما انت بتتصرف ازاي؟ يؤسفني ان انا اقول لحضرتك انه القرار ده مش صح، والارزاق على الله. يؤسفني ان انا اقول لحضرتك كده، انه كان ممكن يتعمل بمليون طريقه تانيه. الناس يا جماعه، الناس طالعه كمان. انت ما لحقتش العيد خلص لو ده، انت عارف انا طالع من رمضان ومن عيد وتعبان وحالتي والاسعار والى اخره. طيب هل الناس اللي موجوده التجار واصحاب العربيات هيبقوا رحماء؟ ابدا ابدا، مفيش رحمه. كله انت بكره اسمع بقى الخناقات في الميكروباصات، لا انا مالي يا عم، وانت شايف الظروف وبتاع، وخد بقى وقت طويل على اللي مزود على المتزود يهدى. طب الناس دي انت هتعمل لها ايه؟ انا شايفك واخد القرار وما بتكلمش الناس. طب يا عم، طب يا عم، قول له معلش اطلع هو السيد رئيس الوزراء بشرنا، انما لما خسر مفيش حد، هنقعد كده في الاختفاء، كله يدخل المغاره بقى لغايه اما الناس تهدى كل مره كده. طيب هي الناس دي جدعه؟ ايوه، الناس دي حموله جدا. الرئيس كذا مره اشاد بتحمل المواطن المصري والشعب المصري. طيب وهتعمل لي ايه؟ معقوله بقى انت عندك فلوس ناوي تزود الحد الادنى للاجور تاني؟ ده الا لما لقيت حد دخل يتكلم يقول لك والله هنشوف، هناخد بالنا من كذا، هنتكلم مع الناس تعمل، مفيش اي حاجه.
هو كل التصريحات ايه؟ اصل دي زادت كذا ودي زادت كذا ودي زادت كذا وده هتبقى بكذا. طب وانت عملت لي ايه كحكومه؟ طب ما انا اشتغل زيك، بس انا بكره اجي اشتغل نفس اللي انت بتشتغله ده وازود الاسعار على الناس كل يوم. هي شغلتك ايه؟ ان انت كيف تعالج الازمه. وعلى فكره احنا بنتكلم على السيناريو ده هيتكرر على الاقل مرتين لغايه اخر السنه. طبعا الدوله قالت 6 شهور، يعني على اخر السنه مره. طب والمره الثانيه؟ طيب من دلوقتي انت ناوي تشيلني؟ يعني مثلا في فرق في السولار دلوقتي تقريبا 3 4 جنيه. انت ناوي المره الجايه تروح رازع ال 4 جنيه ورا بعض؟ يا عم صلي على النبي. قال بيقول لي ال 10% صعود ونزول اللي اتكلم. مفيش خلاص مفيش قواعد بقى يا جماعه. مفيش خلاص. ارجوكم لو سمحتم، لو ما عندكش حد في الوزاره بيعرف يعمل الحكايه دي هات واحد. انت مش قلت هتقعد مع المجلس الاقتصادي؟ دي قرارات مجلس اقتصادي. هات واحد، هات 2، غير الوزاره. ايه الحكايه يعني؟ هو احنا ما عندناش حلول؟ يعني انا مثلا لما تكلمني انا ما اعرفش اعمل لك الجدول ده، انا مش شغلتي، انما انا لازم انقل لك يبقى بقى راجل يعني بصراحه. لازم انقل لك الناس بتقول ايه. الناس مستغربه، ما حدش كان متوقع. طب استنى شويه. لا 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 لا، ده انا بوست ايدك من كام يوم جمدها دلوقتي، وقدام 3 شهور كده شويه، وبعد 3 شهور كده شويه. مش يعني زق زق زق. الناس بتزعل، الناس بتتضايق. وبعدين الناس هتعمل ايه؟ انت عارف الناس بتعمل ايه دلوقتي؟ الناس كل مواطن حاطط ايده في جيب المواطن التاني. لو جه يوم وانا حطيت ايدي في جيب المواطن اللي جنبيا وما لقيتش، هقطع انا جيب المواطن ده. ما كلنا بنشيل على بعض. انت عايز تقول لي النهارده انا لازم يبقى دخلي كام عشان اعرف اعيش في هذه الدولة العظيمة؟ عربيات مدارس طبعا هتزيد، طلبة رايحة جامعات طبعا هتزيد، ناس بتجيب انابيب في البيت عشان تاكل طبعا هتزيد، مطاعم طبعا هتزيد، عيش طبعا هيزيد، نقل خضار طبعا هيزيد. طبعا في ناس دلوقتي بتسمعني، ايه يا عمرو بقى ما تزودهاش؟ طيب حاضر، مش انا اللي مزودها، الحكومه اللي زودتها. يا جماعه هاتوا حد بيعرف يعمل الكلام ده. فهمنا خلاص البتاع. بس هي الشطاره في ايه؟ الشطاره انك في الازمه تعرف ازاي تظبطها، تعرف ازاي تمشي بشكل الناس تقدر تتحمل الايقاع. انما الايقاع ده سريع قوي وكتير قوي. طيب الى كل اللي بيقول لي ما هو انتوا عارفين في كده حاجات مكتوبه كده، ما هو زودها مره ما فيش الثانيه الثالثه، ايه يعني ما الناس بتستحمل وده جزاتهم؟ سؤال بضمير بجد والله. مره بقى، ما هو انت مش عارف مره تقول الجمله دي. هل القرار ده بالشكل ده صح؟ لا سيبك من الرضا، ما حدش بيرضى عن رفع السعر. انا بتكلم ان هو هيترفع خلاص. ليه وازاي وبتاع؟ نبقى نعمل ندوه بقى. هو ليه احنا عملنا كده والصندوق بيعمل كده واحنا كده والفلوس كده والظروف اللي احنا فيها كده والحاجات الاقليميه زي ما انت عايز. انا بسأل على الطريقه. انا مش واقف ضد الفكره. فكره خلاص كتب عليكم الزياده. طب بالطريقه دي كنت لو جيت مثلا النهارده وزودت اقل شويه
وجيت قلت للناس يا جماعه انا رعيت كذا كذا كذا، وطب احنا كمان 3 شهور هنا درب. انا قلت اللي يخلصوا ضميري، وقلت احساس الناس، واحتمال. لا، انا رايي ان القرار ده بالشكل ده كان غلط. انتوا عارفين دايما انا بقول ايه؟ احتمال. لا مش احتمال، لا، الطريقه دي بالشكل ده بالزياده دي كتير، وكان ممكن تتعمل بطريقه تانية. ويا اخي اسال، اصبر. انت مش قادر تصبر اسبوع؟ يعني كان حصل ايه مثلا لو في اسبوع جيت؟ هو يعني الناس اللي مونت باسعار امبارح ولا اول امبارح هم دول اللي كانوا هيفرقوا معاك؟ استنى شويه، شوف الموضوع. اسال كده كتير ولا لا؟ هو كتير. الناس منزعجه. الناس منزعجه. انا دوري ان انا اقول لك الحقيقه. غير كده بقى ده ربنا بقى يعني يجيب حلول تانية من عنده. معانا الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي حول قرار لجنة التسعير بزيادة المحروقات. اهلا دكتورنا، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك، ازي حضرتك؟ شفت القرار ازاي؟ ويعني شايف تداعياته ممكن تبقى عاملة ازاي؟ والله شفت القرار ازاي، وحضرتك يعني عبرت بشكل قوي في هذه المقدمة عن ما يدور في خلد الناس. بالنسبة لي قرار بهذا الشكل لن يكون قرار طبعا له اي استحسان من اي حد. لكن لو بتكلم عليه من وجهة نظر يعني اقتصادية بحتة، يعني من وجهة نظر الحكومة كيف تراه، هو كان قرار متوقع. يعني الحديث عنه شغال بقاله فترة طويلة قوي. يعني لو اتكلمنا على السياق بتاع الموضوع، احنا بنتكلم على ان احنا عندنا آلية تسعير حالية هي ما يعرف بالتسعير شبه المضار او المانش برايسنج. يعني زي ما اتكلمنا مع بعض في مداخلة سابقة، رغم ان السعر العالمي للبترول منخفض، الا ان آلية التسعير المتفق عليها بتبص على متوسط الاسعار من 3 ل 6 شهور، داخل فيها برضو سعر الصرف للجنيه المصري مقابل الدولار، وايضا داخل فيها الجزء الخاص بتكلفة الانتاج المحلي والنقل والتوزيع. فلو عشان نشرح كمان للناس ببساطه، عشان يعني اعتقد الحته دي يعني طبعا رغم الناس يعني لا تقدر القصه الا بالشكل اللي هو طبعا بيمسها، الا بس نشرح الناس الرقم جه من فين. يعني لو احنا بنتكلم على دعم المواد البتروليه في الموازنه 154 مليار جنيه، واجمالي الاستهلاك اليومي تقريبا 75 مليون لتر، يعني من مختلف الانواع، يعني من سواء بقى بنزين 90، بنزين 95، 92، 80، وعلى حاجه السولار ب 46 مليون لتر في اليوم. يبقى انا عندي الدعم المكافئ لكل لتر تقريبا 6 جنيه. فهو كل اللي حصل ان احنا بنتكلم على زياده 3 مرات في السنه، 2 2 2 بس. هي دي الفكره، 2 2 2 بس. فدول اول 2. هل كان ممكن نقسمهم بطريقة أفضل شوية، بطريقة فيها تدرج أكتر؟ والسؤال الساذج من مواطن ساذج، طب ولو يعني خدنا ربع سنة زيادة بدل اللي من هنا لغاية آخر 25، دي هتبقى تعمل كارثة مع الصندوق يعني؟ بص، خليني اقول ان هي الفكره كمان مش فكره الصندوق بس، هي فكره الاعباء الماليه. وخليني برضو عشان ابقى واضح، انا لست في معرض للدفاع عن ان القرار ده قرار مظبوط. هو قرار مؤلم وقرار اكيد مش احسن حاجه ممكن تتعمل، ولا اظن حتى ان متخذ القرار حتى عملوا غلاسه يعني. لكن الفكره انهم في اعباء، لان خلي بالك برضو عشان لو عايزين نتكلم بقى كلام بدون اي يعني طبطبه، احنا في مرحله بندفع ثمن تداعيات مسار اقتصادي كامل. هذا المسار الاقتصادي افضى الى ان عندك عجز موازنه كبير من ناحيتين. يعني خلي بالك المحروقات مش الحاجه الوحيده، لان المحروقات بشكل مباشر اللي هي موجوده في تحرير سعر الطاقه زي سعر البنزين والسولار وما الى ذلك، ده المباشر. لكن ما هي داخله بشكل مباشر في الكهرباء، لان الكهرباء بتبقى قايمه بشكل كبير سواء على الغاز او على السولار، ودول سعرهم غالي، فانت مثبت من ناحيه لكن مش قادر تمسك الناحيتين لان عندك اعباء موازنه كبيره جدا، فاضطريت تعمل كده. الفكره في المره القادمه بقى مش المره دي، لانك بتتكلم ان لو ده السعر دلوقتي والسعر العالمي مش مسمع فيه، طالما السعر العالمي مش مسمع فيه، يبقى المفروض ان السعر العالمي المره الجايه يسمع.
فمن المفترض ان المره القادمه يكون في، لو استمر السعر بالشكل ده وقدرنا نستفيد من عمل عقود على السعر الواطي حاليا، ان المره اللي جايه يبقى مفيش زياده الا يرجع لورا شويه. فهي دي الفكره الحاليه. ده امتى رجع لورا شويه دي حضرتك كان في حياتك يعني؟ مرة انا رجع عارف ربع انت جنيه. شاب ربع، مره واحده صح؟ مره ربع جنيه صح. انا اسف انا اسف، انت مرة عندك رجع ربع مره جنيه. ربع جنيه، انا اسف فعلا. طيب انا عايز اسال سؤال لان انا ما عرفتش احسبه. هو من هنا لاخر السنه لو جبنا ال6 جنيه دي ولو عملنا كل الاشياء اللي مطلوبه، يعني انت بتقول لي ان انت عندك مرتين، لان هو قال لك دلوقتي انا مش هزود الاسعار غير بعد 6 شهور. انت عايز تقول لي ان المره اللي بعد 6 شهور دي هيزودها مظبوط. 4 جنيه مش 2 بقى، لان هو لازم يخلص اخر السنه. لا هو لازم ياخدها على مرحلتين، يعني لازم لو يكون في زياده. بس هي الفكره في ايه؟ الفكره ان الاثنين الاولين اللي احنا خدناهم دولت واخدين السعر العالي، لكن احنا بنتكلم على ان السعر حاليا في انخفاض كسعر البترول العالميه. فالمره القادمه اذا قدروا ياخدوا عقود تحوطيه على سعر كويس، مش مفترض فيه زياده. ده الجزء اللي بيدخل فيه الاداره بقى، لان انا بس عايز حاجه تبقى واضحه فين الخلل هنا، عشان برضه نبقى بنتكلم كلام يعني فيه نوع من انواع الموضوعيه. هل فكره زياده الاسعار ديت اشكاليه؟ اشكاليه. ليه؟ لان الحكومه هنا بتنظر من وجهه نظر ماليه بحته. انا علي عبء مالي بصيل الزبون، فماشي يعني، ما ده امر مفهوم، يعني ما هوش يعني امر يعني نقدر ان احنا نتعايش معاه، لكن هو امر مفهوم. لكن الفكره ان مفيش دوله بتسعر سعر الطاقة داخليا استنادا على الأسعار العالمية دون مراعاة لمستوى الدخل ولا قدرة المستهلك على الدفع. ما هو أنت مش كل حاجة تغلى تقوم بصيها للزبون. المفترض بقى يكون في إيه طبقا للنسق اللي احنا شغالين فيه بتاع التسعير، إن احنا عندنا بنعتمد على السعر العالمي، لكن مفروض منذ التحول لفكرة الدعم الموجه في 2014 إن في تعويض يكون بيحصل. المشكلة اللي هنا ان قدره المبادرات بتاعه التعويض ورفع، زي ما حضرتك اتكلمت، رفع الحد الادنى للاجور وما الى خلافه، محدوده جدا بالنسبه للاثر المالي. يعني اللي موجوعه منه الدوله من التزامات بتبصيها وبتعليها على المواطن لا يواجهه من الناحيه الثانيه مظلات حمايه اجتماعيه بشكل ما ان هي تقلل من هذا الهبوط. فاصبحنا ان الدوله بتتعامل بشكل مالي بحت لحاجه انا فاهمها وواضحه قدامي خالص. انا مزنوق ده من ناحيه كلنا، هي دي من محتاجه، تكلفه البنزين دي مش وبصيل الناس، من محتاجه، الناحيه دي الثانيه مش محتاجه بحاول اخد دكتوراه موضوع يا الكهرباء ان انا ما دكتور. بوصلوش للناس. ان خلي بالك تكلفه الكهرباء، لو انا بتكلم ان ده سعر البنزين، ما الكهرباء بتستهلك سولار بتستهلك غاز، تكلفتها مرتفعه تماما. فاقول لك اوكي احنا ما نزودش الكهرباء لكن نزود البنزين، فاللي هي بقى الشخليله ولا اليويو، تاخد ده ولا تاخد ده. فهو ده الوضع اللي احنا موجودين فيه حاليا، يعني وضع مالي بيترجم بشكل مباشر في وش المواطن. طب دكتور محمد، سؤال مباشر، لما هنعمل ده كله وال4 جنيه اللي باقيه ديت نظبطها ويبقى البنزين ده، لو الكلام ده، لو السعر بتاع الدولار فضل واقف على 51، لو سعر البنزين او المحروقات فضل وعملنا ال4 جنيه الفرق اللي باقيين بعد ما عملنا الاثنين الاولانيين، ده يوفر لنا كام في الاخر؟ هو مش سامعنا. طب هنكلمه تاني. احنا عايزين نفهم على ما الاتصال يعود بالدكتور محمد تاني، احنا هنوفر قد ايه؟ وارجع تاني، والحمد لله ان الملاحظه اللي انا قلتها طلعت علميه. انت بعد 6 شهور هتزود لي ال4 جنيه كلهم مره واحده؟ اذا كنت انت مصر تخلص السنه دي زي ما الصندوق قايل لك 4 جنيه مره واحده، ولا يجب ان انت تتحدث مع الصندوق ان انت تاخد ربع سنه تانيه، 4 شهور تانيه على ما تزود؟ على فكره الصندوق برضو يهمه الضمان الاجتماعي، يهمه انه الناس برضو تبقى يعني من ضمن الطلبات. وانا مش فاهم طبعا، هو ده اكتر طلب احنا بننفذه، انما طلبات الصندوق التانية اللي ليه علاقة بالحماية الاجتماعية، ليه علاقة بالتشغيل، ليه علاقة ببيع الاصول، ليه علاقة بخروج الدولة من البيزنس، كل ده ما بيتنفذش.
اللي بيتنفذ بس دايما موضوع ان احنا نزود الاسعار. فلو انت واخد كل الروشتة بتاعه الصندوق زي ما هي، طب ما تنفذ كل حاجه بقى. بيع الاصول اللي احنا قاعدين ندلل لغايه دلوقتي على بنك القاهره، الاصول بتاعه الدوله، الاصول بتاعه المباني، كل هذه الاشياء. واحط بين قوسين واقول احنا يوم ما جات لنا الفلوس بتاعه راس الحكمه قلنا خلاص بقى يعني ايه، بس انا يوميها قلت لكم ايه، لا هي الفلوس دي خلصت. فيوميها ناس كتير زعلت، قالوا لي يعني ايه خلصت؟ خلصت ما هي لو موجوده كان زمانك النهارده قادر تبقى عندك قدره على المناوره، وعندك قدره على ان انت تعمل حاجات كتيره. ف يعني بيقولوا لي دلوقتي انه لسه التليفون فاصل، هيرجع لنا تاني زميلنا الدكتور محمد فؤاد. ففي الوقت ده طبعا انت النهارده محتاج تعمل اشياء كثيره جنب الحكايه دي، ونسال السؤال للحكومه من بدري اهو، هتعملوا ال4 جنيه دي مره واحده ولا هتاخد مننا وقت؟ والسؤال الثاني او الاولاني وهو الاهم، انت هتعمل ايه للمواطن ان هو يتعامل مع لتر سولار ب 20 جنيه؟ ما هو باقي له لغايه ال20 بكام؟ هتتصرف معاه ازاي؟ هتصرف في موضوع الانابيب ازاي؟ هتصرف في كل هذه الاشياء ازاي؟ كل ده لازم الحكومه تيجي معانا سكه، يعني يقولوا لنا بقى من دلوقتي هنعمل ايه. بيرجع لنا الدكتور محمد فؤاد. دكتور محمد، مع حضرتك يا فندم. هنوفر قد ايه؟ يعني الوفر اللي هيحصل لغايه اما نغطي كل الدعم بتاع المحروقات نبقى وفرنا كام؟ 154 مليار. 154 مليار. دول يعني كام دولار دول؟ وخد بلس ماينس يعني زائد ناقص 7% في فرق سعر العمله، قول 166. طب انا كنت بتكلم على ان انت عندك اماكن كثيره او اشياء كثيره هتضطر تغطيها. يعني انت لازم تكمل دعم الخبز اللي هو لل 76 مليون مواطن، انت لازم تكمل دعم الكهرباء، انت لازم تكمل دعم المواصلات، لازم كل هذه الاشياء لازم تكملها تاني. يعني في عندك انت كمان الدولة واحدة من اهم الزباين لموضوع المحروقات. صح. وده حصل بالفعل كمان. لو تبص على ملامح الموازنة اللي جاية السنة الجاية، هو خد 75 حطهم على الكهرباء على طول، يعني خد نص الدعم حطه على دعم الكهرباء. لان هي الفكرة في ايه؟ الفكرة ان الدعم ده ما اختفاش، هو الدعم ده راح من حتة اتحط في حتة تانية، لكن المشكلة انك انت القماشة نفسها ضيقة. فعشان القماشة ضيقة انت بتاخد من حتة وتحط في حتة، فانت يعني في حالة من عملية اطفاء الحرائق، لانك انت عندك بتبص الموضوع من بصة مالية بحتة، فبتحاول تدوس على اقل الامور وجعا، ومفيش حاجه ما بتوجعش. ما هي دي المشكله. طب خلينا نسال، ماسك عيان كل جسمه بيوجعه. خلينا نسال السؤال برضو بشكل مباشر، ماذا نفعل؟ يعني احنا خلاص الامر بتاع انه الدعم هيتشال مع المحروقات ده قرار متاخد وبيتم تنفيذه، ماذا نفعل؟ لا، احنا عندنا مشكله، خلي بالك برضو محتاجين نبص عليها، ومشكله واضحه وصريحه. المشكله عندنا لها اكتر من سبب. في مشكله اللي هي تداعيات الموضوع وتداعيات الازمه الاقتصاديه، وكل ما له علاقه بفكره الاصلاحات الهيكليه والكلام الكبير اللي بنتكلم فيه على المستوى الحكومي كل يوم. عندك مشكله تانية داخله فيها برضو فكره الطاقه، لانك انت جزء من البترول بتستورده وجزء التاني محلي. المشكله ان الجزء اللي بتستورده من البترول بقى اكتر بكتير جدا. انت حاليا في اقل مستوى ليك في استخراج البترول، بتتكلم في 520 الف برميل في اليوم من 900 الف برميل. فانت بقيت معرض اكتر للجزء المستورد. فدي اشكاليه كبيره جدا. الاشكاليه الثانيه فكره هل احنا بنشتري صح ولا لا؟ بمعنى طيب احنا دلوقتي السعر واطي، نعمل عقود على السعر الواطي ده بحيث نقدر نثبته ونقدر نظبط مع بعض الاحتساب. لان من ناحيه لو اتكلمت بشكل شامل، يعني لو تعليقا على البيان اللي صدر من وزاره الفكره، انت في النص بتعمل ايه؟ تزود مواردك من البترول وتزود الاستكشافات من ناحيه ثانيه انك انت تكون بتشتري صح.
لان انا مش هدفع ثمن انك انت ما بتعملش تعاقدات بشكل سليم وما بتشتريش باوطى سعر، فاخد تقول لي والله ده طولي وده عرضي وده اللي احنا قدرنا نجيب بيه فمعلش شيل معايا. ففي جزء من الموضوع متعلق بالاداره، وفي جزء من الموضوع متعلق بتبعات ازمه اقتصاديه. فلا، عندنا طبعا تحسين كفاءه اداره منظومه الطاقه، دي مشكله في مصر بقى لها فتره طويله قوي، لا محتاجه تاخد وقفه بقى. يعني محتاجين ناس، وعندنا طبعا الكفاءات دي اكيد في مصر، عندنا ناس تفهم في هذا الامر، تعرف ازاي تديره، وكل هذه الاشياء ممكنه يعني. ده بكل شكل، يعني بدون شك القصه دي ممكنه، لكن الفكره ان اداره الامر بتتم تحت دافع مالي بحت. فالاثنين مش منسقين مع بعض. فكره يا جماعه الفلوس كتير يلا بينا نوفر، فيلا نوفر شيل الدعم نحط ما اعرفش ايه، تيجي تبص ما تلاقيش حاجه الناحيه الثانيه. من الناحيه الثانيه برضو انت في النسق الاساسي بتاعك كدوله بتقول انا بشيل الدعم، لكن في نفس الوقت بدعم من ناحيه ثانيه. نرجع لنفس الكلام نتكلم فيه على طول. فين بحث الدخل والانفاق عشان نعرف مين هم الاولى بالرعايه؟ فين اعاده النظر لمنظومه الدعم؟ لانك انت بتشيل من ناحيه وما بتحطش من الناحيه الثانيه المكافئ ليها اللي يقلل من الازمه دي. لان احنا عشان برضه نبقى امناء، يعني الطريقه اللي احنا شغالين فيها في اداره تسعير الطاقه ما احناش الوحيدين من نوعنا، في دول تانية بتعمل كده. لكن في نفس الوقت لازم يبقى في نظره لفكره القوى الشرائيه شكلها ايه. ما انا ما ينفعش افضل اعلي في الاسعار فوق طاقه المواطن على الدفع، ده امر مش منطقي. الموضوع مش اكسل شيت. يعني احنا ما ينفعش ندير حياه المواطن بالاكسل شيت. بص على كده احنا محتاجين نشيل 3 اوبا يضرب 67 مليون لتر في اليوم، يبقى 6 جنيه، 6 جنيه اسمهم على الثلاثه يبقى 2 جنيه زياده كل مره. ما بتمشيش كده. يعني حياه المواطن ما ينفعش انها تدار بالاكسل شيت بس. يعني لازم يبقى في نظره ايضا لقدره المواطن الشرائيه وتحسين كفاءه الاداره بالشكل اللي ما يخلينيش ان انا تقول لي الرقم اهو خد البسه. ما ينفعش الكلام ده برضه. دكتور محمد، في ناس عندها نظريه واضحه في هذا الامر ان هذا هو الدواء المر، وفي مجتمعات كتيره تجرعته، ويجب ان الناس كلها تستحمل لغايه اما يبقى الاقتصاد ده حر من اعبائه اللي هي بتاعه الدعم والى اخره. رايك ايه في هذا الامر؟ بص، انا في المجمل بشكل كبير امريكا دلوقتي بتتكلم بالطريقه دي. امريكا بتقول لك برضه ده الدواء المر والكلام ده كله. يعني فكره الدواء المر ديت احنا يعني ايه ممكن نتفهمها. بس انا دايما بسال سؤال على طول لما حد يكلمني على الدواء المر، اقول له انا هخف امتى؟ يعني الدواء المر 6 شهور، 7 شهور، 8 شهور، سنه؟ يعني طب ادي لي ميعاد، يعني ادي لي ميعاد قول لي ان ده دواء مر انا اخدته وهتعالج بعد فتره معينه. انا مش مختلف مع فكره ان هناك فترات صعبه وكلام من ده كله، بس امتى بتنتهي؟ يعني هي دي الفكره. ان الفكره لو انا امام مشوار ماشيينه كلنا مع بعض وبنقول ان احنا عندنا اشكاليه، الاشكاليه دي هتحل بحلول شهر 3 2026 وبنعمل 1 2 3 4 5. لكن اللي بيحصل هو فكره، هو عمليه من عمليه مشاركه العبء المالي شعبيا دون ان يكون هناك خطوات تنبئ ان هنوصل لحاجه. الحاجه دي ايه احنا مش عارفين. ففكره الدواء المر في مجملها انا مش مختلف معاها، بس حد يقول لي الساعه كام؟ اخف الساعه كام؟ نتكلم تقنيا شويه. احنا كان الكلام الشهرين الثلاثه اللي فاتوا عن انخفاض التضخم في مصر وانه بيتحسن والى اخره. اظن وانت يعني اتكلمنا في الموضوع ده كتير وقلنا الجمل دي كتير. دايما المحروقات بتصب في التضخم بشكل مباشر. فتوقعاتك للتضخم في الشهور القادمه تبقى عامله ازاي بعد زياده المحروقات؟ أنا يمكن هنا معرض عند حضرتك التوقع بتاعي بالنسبة للتضخم في مصر في ضوء الزيادات المتوقعة. أنا بالعكس كمان حطيت فيها زيادتين لآخر السنة. احنا بنتكلم ان احنا تضخم حاليا يعني 13 وحتة. يعني اعتقد ان هو الشهر ده والشهر اللي جاي هيرتفع تقريبا يعني من 1.5 ل 2%، وهنستقر خلال السنه في النص الثاني من السنه لحته ال 17 18%. فيبقى في ارتفاع في التضخم، لكن لدون مستويات طبعا عام 24. لكن طبعا هيبقى في ارتفاع ده دون شك. يعني السنه تقريبا تقفل على 17%. لازم يبقى في ارتفاع في التضخم. وطبعا خلي بالك لو حضرتك برضو عشان نبقى عارفين قياس التضخم بيمشي ازاي. المجموعات المتاثره باسعار المحروقات في حسبه التضخم، التضخم ده بياخد سله منتجات او يعني بيسموه مؤشر سعر المستهلك. في جزء منه خاص بالنقل والمواصلات ده له نسبه،
في جزء خاص باسعار الفواكه والخضروات اللي هي بتتعرض برضه لفكره النقل وسعر السولار ده له نسبه. فلو حسبت النسبه دي كلها هكون بتكلم ان هو هيخش معانا من 1.5 ل 2% زياده في سعر، زياده في مستوى التضخم. الدكتور محمد فؤاد، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة، دائما بدراسة وبأرقام وبإحصائيات. شكرا ليك على هذا الأمر. وطبعا غني عن البيان إنه هذا الأمر يأتي في وقت أنت كمان في وضع سياسي إقليمي صعب جدا. يعني أنا مش عايز أستخدم كلمات كبيرة، ولكن إقليميا ودوليا أنت عليك ضغوطات كبيرة جدا. وطبعا هو لما بيشوف عندك المشاكل الاقتصادية ديت وهذه الأشياء وكل هذه الضغوطات بيبتدي يدوس أكتر. يعني مثلا هو عارف دلوقتي ان انت عندك المشكلة ديت بتاعة البترول وبتاعة المحروقات والى اخره، يروح جاي مطلع لك كده تقريرين 3 امبارح انه الجيش المصري بيزود تسليحه الثقيل على الحدود، وده ضد الاتفاقية، وده كل ده طبعا هو عايز يلوي دراعك علشان ترضى تاخد الفلسطينيين ويعمل التهجير والى اخره. فانت كمان ما عندكش بس عنصر زيادة الأسعار والصندوق والى اخره، انت عندك عناصر كتيرة حواليك. بجد الوضع مش سهل، وما قدمناش غير الإدارة الرشيدة. نحن في حاجة إلى إدارة رشيدة للأمر، لأن الأمر صعب ومعقد داخليا وخارجيا. يعني خارجيا احنا الحمد لله موقفنا واضح ومش محتاج كلمتين. يعني عملوا البدع ما فيش، احنا مش هنهجر ومش هنستقبل فلسطينيين في سيناء وكل هذا الوضع. ولكن هو كمان اما بيلقى الوضع ده عندك يقول لك طب ما نضغط عليك بقى بطريقة او باخرى. انا ما بقولش ايه هي الطريقة، انما هو برضو بيضغط عليك جامد. فهنا طبعا برضو نرجع تاني نقول انه ارجو من السيد رئيس الوزراء ان يفكر قليلا في الايام القليلة القادمة في المواطن المصري. خلاص ماشي، حصل اللي حصل. انا ما بقولكش قلل شوية اعمل شوية، رغم ان ده فكرة مش وحشة، انما ماشي خلاص. طيب لو سمحت هنعمل ايه للناس؟ فكرة ان احنا هنراقب الاسواق، الكلام ده ما لوش اي لازمه. انا قلته قبل كده زمان، فاكرين؟ كانت الناس بتزعل جدا. ودايما بقول لكم ان التجار اقوى من الحكومه. التجار في مصر اقوى من الحكومه، بيعملوا اللي هم عايزينه. بيض بكره بكام؟ بكام؟ حاضر. عيش بكره بكام؟ حاضر. وتنزل الحكومة يومين 3 يمسكوا 2 3 لكذا 3، وبعدين خلاص كل سنة وانت طيب. انت وهم في سجال بقى، انت وهم بقى مع بعض، انتوا بقى ربنا معاكم. بس انا بقول التجار حاجة وخليكم فاكرينها، هيجي يوم محدش هيشتري حاجة. خليك فاكر اهو النهارده كام، وانا بقول لك ايه، هيجي يوم محدش، زي ما حصل من 7 8 اشهر كده، حاجات كتيره في السوق قعدت زي ما هي. ما تراهنش على السعر، راهن على السوق. خليك دايما فاتح السوق، لان السوق هيتكسر، ولو اتكسر السوق مش راجع تاني. يعني لو في سلعه معينه بطلت اشتريها، طب روحوا شوفوا استهلاك المصريين من اللحم دلوقتي عامل ازاي. الموضوع ده خلص خلاص، انتهى من زمان، من زمان خالص. وياما مزارع قفلت، ونفس الشيء على الفراخ ونفس الشيء على البيض وكل حاجه. فانا بقول للتجار اهو من دلوقتي، خلي بالك ان احتمال تقعد بالحاجه. فكر قبل ما تزود بشكل مفتري او بشكل جبار او بشكل غبي.
لان ده هيبقى الغباء بعينه. فالحكومه دورها لم ينتهي، الحكومه دورها ابتدى. ان انت تقدر تاخد بالك بقى من الايام الجايه دي ايه اللي بيجرى، وتطفئ الحرائق في اكثر من مكان. معلش انا يعني زودت في الموضوع ده شويه، بس يعني هو ده الموضوع المهم. الاستاذ احمد الزيني رئيس الجمعيه التعاونيه لنقل البضائع، نفهم الزياده في النولون هتبقى عامله ازاي. اهلا استاذ احمد. اهلا يا استاذ عمرو. الزياده اللي حصلت في المحروقات دي هتاثر على سعر النقل كتير؟ خلينا نتكلم بكل وضوح وبكل صراحه. طبعا زياده اسعار المحروقات بصفه عامه وخاصه السولار اللي نقدر نقول ان 100% من اسطول النقل في مصر بيستخدم السولار، وان اسطول النقل هو احد دعائم الاقتصاد القومي في مصر، هو اللي بينقل السلع التموينيه من الموانئ كقمح وسكر وزيوت الى جميع صوامع مصر، وهو اللي بينقل المنتجات الزراعيه من الاراضي الزراعيه للمصانع، وهو اللي بينقل من المصانع كل منتجاتها لكافه التجار على مستوى الجمهوريه. احنا طبعا فوجئنا كان دايما بتزيد اسعار البنزين والمحروقات، وكانت بتستثنى السولار او ما بيزيدش بالقدر ده، ولكن احنا فوجئنا الزياده النهارده. الزياده طبعا هتسبب في زياده تكلفه النقل وليس في اسعار السلع. اسعار النقل هتزيد بنسبه لا تقل عن 20%. طب ما هو لما البضاعه سعر نقلها يزيد، هي البضاعه نفسها هتزيد. بس اللي احنا عايزين نوضحه للمشاهد والمواطن ايه قدر الزياده وهي هتبقى قد ايه، عشان ما يبقاش النقل شماعه لكل الناس ان النقل زاد فنزود قد كده. احنا متوسط اسعار النقل، احنا عندنا 3 انواع من النقل. النوع الاول ان احنا كجمعيات نقل بننقل السلع التموينيه كقمح وخلافه من الموانئ لصوامع الجمهوريه، وده هيزيد، هنطالب بزيادته 20%. و20% احنا متوسط نقل الطن في محافظات الوجه البحري من 200 ل 250 جنيه، يعني 50 جنيه للطن. الطن فيه 1000 كيلو، يعني 5 قروش للكيلو، والزياده دي اللي بتتحملها الدوله مش المواطن. فالمفروض يعني النقل ما يزودش سعر الخضار والفاكهه. انا هاجي لحضرتك بقى في خاصه ما يخص الخضار والفاكهه. حضرتك لو انا بنقل عربيه من سوق العبور مثلا لاي مكان في القاهره، بتاخد في حدود متوسط 2000 جنيه ل 2500 جنيه، هتزيد 500 جنيه اجر العربيه دي بتحمل 5 طن، يعني 50 جنيه للطن. طن الخضار او الفاكهه فيه 1000 كيلو، على 50 جنيه يعني 5 قروش. دي تكلفه زياده النقل في اسعار السلع بصفه عامه بالنسبه للخضار والفاكهه واللحوم وخلافه. وهنا طب احنا يا فندم اللي انت بتتكلم فيه ده يعني 5 صاغ على الكيلو، ده كلام فارغ. احنا ليه بننزل بعد كده نلقى الاسعار زادت اكتر من كده كتير؟ ما هو حضرتك ما فيش حد بيزود 5 صاغ ولا ربع جنيه، بيزودوا جنيه و2 وما فيش رقابه. يا نهار اسود، من 5 صاغ لجنيه؟ طبعا. وفي حضرتك انت بتروح تشتري حاجه وبقول لك دي وربع ولا بنص جنيه، ما عادش فيه الكلام ده. فهنا اللي بنطالب بيه هنا دور الحكومه، زي ما الحكومه زودت تكمل دورها وتراقب الاسواق. رقابه الاسواق ده شيء مهم، والرقابه بصفه عامه من غير ما نزود شيء مهم. انما انا هزود واسيب، وان انا اروح، انا تعرضت لده شخصيا، اما اروح اشتري حاجه يقول لك النقل زاد كذا. طب ده النقل ده تكلفته كذا، هقول له يا ابني انا بتاع نقل. والله حصل معايا والله في احد المواقف في الزيادات هذا الموقف، وحسبتها له. يعني العربيه حملتها 4 طن، وهو قال لي احنا بنحملها 6 طن ونص. طب اقسم ال 500 جنيه على 6 طن ونص، تلاقيها في النهايه كلها قروش. ولكن طالما ما فيش رقابه، هيبقى ده اللي موجود، هيبقى النقل هو الشماعه. والنقل للاسف احنا متوسط نقل الطن مثلا من 200 زي ما حضرتك ل 250 جنيه. النهارده في حاجه ثانيه اسمها حاويات. لو حضرتك تريلا محمله حاويه زيادتها تبقى 1000 جنيه. لو فيها مثلا 200 قطعه ادوات منزليه او اجهزه بوتاجاز او من اي نوع بضايع بوهيات اي حاجه، هتلاقي في النهايه
هي على القطعه كلها حاجه ما تستاهلش زياده، ممكن يستوعبها ربح التاجر وما يزودش الاسعار، بس ده لو في حوار بيننا وبين التجار وفي رقابه والكلام ده. فاحنا النهارده بنطالب الحكومه بدورها في الرقابه على الاسواق عشان يبقى في انضباط. الاستاذ احمد زين رئيس الجمعيه التعاونيه لنقل البضائع، بشكرك شكرا جزيلا. خلينا نتابع الايام القادمه ونشوف ايه اللي هيحصل، وان شاء الله خير. يعني ان شاء الله خير، ما يكونش في زياده كبيره، ما يكونش فيه هستيريا، ما يكونش فيه هبل، ما يكونش فيه استغلال، ما يكونش فيه استخفاف بالمواطنين. لانه كمان فكره ايه، زود، ما هيجيبوا فلوس منين يا جماعه؟ انا عايز اعرف. كل واحد بيقول لك ايه، ما هو معاهم فلوس، بتيجي منين الفلوس دي؟ قولوا لي الناس بتجيب فلوس منين؟ ما هو ال الدخل معروف. اضربه في 2 برضه معروف، اضربه في 3 برضه معروف. فالفكرة ان هم هيدفعوا، لا. يعني المنطق اللي موجود في السوق ده جوه السوق المصري يقول لك ايه، ما الناس يا عم بتدفع كل حاجة وبيشتروا. ده امبارح مش عارف مين شاري ايه ومين جاب ايه، ويا راجل ده في ايه، انت عارف ده كان بكام وبقى بكام، ومع ذلك برضه لسه الناس بتشتري. لا يا جماعة، ما هو ده ضد العقل وضد المنطق، لانه في النقود مادة فانية، مش مادة متجددة. مش تقوم الصبح ال1000 جنيه تلاقيهم 3 لوحدهم. دي مادة فانية مش متجددة مهما كنت بتشتغل. طيب، بمناسبة الدخول، البلد محتاجة في الفترة اللي جاية دي تزود دخلها، ودائما أقول إنه أكتر حاجة بتعمل دخل للبلد هي السياحة، لأن هي حقنة في الوريد وعملة صعبة، وتبتدي تقدر تزق معاك في 51.5 ولا 51.60 ولا 51.35، ويبتدي يرجع تاني يرد تحت 50. حضراتكم فاكرين في البرنامج ده كان عندنا لقاء مع السيد يوم الاثنين مع السيد وزير السياحة، وكان بيتكلم على فتح طريق الأهرامات الجديد، ويوميها قلت له إن في تخوفات من 1 2 3. قال لي لا إن شاء الله بكرة الدنيا تبقى كويسة، وجايز أول يوم يبقى فيه مشكلة وبعد كده الموضوع يتحل. تاني يوم كان فيه المشكلة والعالم كله شافها. مشكلة ان الناس مش عارفة توصل لابو الهول، مش عارفين يوصلوا للهرم الاوسط، مش عارفين، مفيش باصات كتير، الباصات مش مجهزة، العربيات ناقصة. هل الموضوع ده استمر؟ وكان حظنا السيء جدا ان كان الجو سيء جدا، فالسياح مشيوا 1 2 كيلو على رجليهم في ظل جو سيء. هل الموضوع ده اتحسن؟ ممكن نحله ازاي؟ الأستاذ وليد البطوطي نقيب المرشدين السياحيين الأسبق، أهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ عمرو. كان في مشكلة أول يوم، إيه الأخبار؟ بص حضرتك، مفيش حد ضد التطوير. منطقة الهرم من سنين 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 كبيرة جدا كان مطلوب ان يحصل تطوير، وانا ياما كتير جدا عند حضرتك في البرنامج على مدار سنين كتيرة وفي برامج تانية، يعني مع حضرتك شخصيا بغض النظر كنت فين، طلعنا واتكلمنا على انه لازم الهرم ومفيش حمامات والحاجات ده كله. الدولة حطت خطة وبدأت تشتغل عليها، وآن الأوان انها خلاص لازم، لانه عندنا افتتاح كبير جدا في شهر 7 ان شاء الله، وهيبقى المنطقة كلها لازم تكون تم تطويرها. ولكن لما جم يعملوا الافتتاح التجريبي ده، وانا بقول اهو افتتاح تجريبي ومقبول ان ممكن تكون فيه اخطاء، ولكن سمعة مصر مش مقبول ان يبقى فيها اخطاء او عدم حسابات مظبوطة. اللي حصل انه اللي موجود 6 اتوبيسات فقط، عشان انا بوضح بقى، او 7 اتوبيسات فقط اللي هم صديقة البيئة، والكلام يكون واضح لانه
بيتم التلاعب بعد كده وتغيير الكلام واخراجه من سياقه. عدد الاتوبيسات اللي تم عمل المشروع التجريبي بيها كانوا 7 اتوبيسات، وبعد كده الاتوبيسات اللي موجوده جوه هي اتوبيسات سياحه عاديه جدا، ويمكن تكون بعض الموديلات القديمه كمان، ولكن كانت موجوده والامور كانت ماشيه طبيعي. انا بحكي اهو بمنتهى العقلانيه ومنتهى الحق، يعني الامور كانت ماشيه كويس جدا في الاول لانه الصبح بدري ولسه ما فيش ذروه ولا تزاحم ولا كده. حصل انه في بوست نزل على فيسبوك عمل بروفوكينج او عمل استفزاز لاصحاب الدواب والكده، طلعوا قطعوا الطريق اللي هو المشروع مفروض. قال له هم اللي اصحاب الكاريتات والجمال والحصنه قطعوا الطريق. ده غير مقبول، وتدخلت الشرطه في ثواني، تم حل الموضوع والسيطره على الامر ورجعوهم والكلام ده كله. عشان ما نقولش اصل هم طلعوا قطعوا الطريق، لا، هم طلعوا قطعوا الطريق عشان احنا بنستفز يا عمرو بيه. احنا ده مرض او يعني هو نجيب ساويرس كتب من هنا هم كلهم عندهم سوشيال ميديا وراحوا نازلين قاطعين السكه، وهو قطع السكه ده على السياح، دي مساله يعني يرضيها عقل ولا منطق؟ لا، وغير مقبوله وخروج عن كل الشرع واي حاجه. وانا ما قلتش، انا ما حددتش الشخص اللي عمل التويته او اللي كتب حاجه بوست على فيسبوك، لكن هم كلهم معاهم موبايلات وهم كلهم عندهم فيسبوك وهم كلهم جايين خايفين لانه التغيير آتي لا محالة، فبرضه بيبقى في نوع من أنواع التحفز يعني. المهم اللي حصل بعد كده حضرتك إنه الأمور مشيت عادي. الدولة تاني يوم على مدار اليوم بالليل حصل تدخلات. تاني يوم قالوا طيب خلاص الأتوبيسات السياحية اللي هي الحديثة موديل 2025 وتحمل مجموعات سياحية، ما هي اللي جوه بنزين واللي بره بنزين. طب انت بتنزلني من عربيه البنزين وتحطني خلاص مش فارقه. فقالوا لا صح، ندخل الاتوبيسات دي ونعمل التطوير. المدخل رائع. الموضوع اللي هم الناس اللي يعني تاني يوم الموضوع اتفك. ما انا عاوز اقول لحضرتك، بس اتفك بقى ايه؟ اتفك بانه قالوا 35 وبعدين نزلوا 25 وكان في تساهل وكان في امور طيبه جدا بتتعمل. ولكن احنا لازم نفكر كويس جدا في انه في سايح يا استاذ عمرو جاي نازل من بيتهم، مش عاوز يركب اتوبيس سياحي مع ناس، هو جاي عنده عاوز ياخد خدمه خاصه. ما اقدرش النهارده اقول له تعالى خد الخدمه الخاصه مع الشركه المشغله وافرضها عليه في المنطقه. طب ما في شركه سياحه اوريدي جايباني. طب والنهارده ايه الاخبار يا وليد؟ طبعا في تحسن، ما حدش يقدر يقول. طيب الحمد لله كويس. في تحسن، ولكن انا تاني من خلال بقى برنامج حضرتك بقول يجب مراعاه البعد الاجتماعي لامور معينه، وانت فاهمني كويس جدا انه لازم ما نحتكش بالناس، ما نستفزش الناس، وبعدين لازم ننظم الامور. اذا كان من خلال حضرتك بوجه الكلام للجماعه اللي هم بتوع طب يعني عدد الاتوبيسات النهارده كان كافي يا وليد؟ العدد الاتوبيسات مع الاضافه ان الشركات السياحه بتقدر تدخل اتوبيساتها في الاعداد الكبيره. يعني كافي، مفيش مشكله الناس ما اضطرتش تمشي على رجليها المسافات طويله لغايه ابو الهول والحاجات اللي حصلت المره اللي فاتت. لا، ده اللي حصل النهارده خد بال حضرتك، اصل النهارده يوم الجمعه، النهارده عندك ذروه ثانيه، وبعدين انت داخل عليك الايستر. ايوه، يعني الاتوبيسات يا وليد النهارده كانت كافيه ولا غير كافيه؟ لا، انا ما رحتش النهارده وما اقدرش اقول اذا كانت كافيه او غير كافيه. انا شايف فيديوهات النهارده مش لطيفه، ولكن الفيديوهات اصلها لها. بص حضرتك الاتوبيس اللي قدامك على الشاشه ده، الاتوبيس اللي على الشاشه ده في سايح بيقعد وفي سايح بيقف، وده كمان في منتهى الخطوره لانه اليابانيين قال لك لا احنا مش هنقدر نطلع السياح بتاعتنا لان فيهم عواجيز كتير طبعا، لو واحد فيهم اتخبط ولا حاجه هتبقى كارثه.
ادي واحد. اتنين، انت بتركب جنسيات معينه هتحطها على بعض، يعني انت عندك سايح اوكراني وعندك سايح روسي، هتحطهم مع بعض في نفس الاتوبيس؟ لا يضربوا بعض. طبعا في حاجات كتيره جدا. السياحه العربيه ليها طابع خاص. ما ينفعش ان انت تحطني الاتوبيس السياحي اللي جاي اللي شركات طب يا السياحه وليد، جايباه. انتوا كلمتوا السيد وزير السياحه؟ انتوا ناس متعلمه ومثقفه واكيد عندكم سكه مع وزاره السياحه وتقدروا تتكلموا مع وزير السياحه. وزاره السياحه، بص، كل الاجهزه اللي في الدوله، وزاره السياحه موجوده في الموقع من يوم الافتتاح يوم 8. شرطه السياحه من اكبر راس فيها موجودين على الارض من الصبح للغلق. غرفه شركات السياحه بكل اعضائها واقفين هناك على الارض، لانه الحدث جلل. اللي حصل اول يوم كان صعب جدا بكل المقاييس. كان ممكن يتعمل الفتح او التشغيل التجريبي ده، ويتعمل بروفا على 200 سايح، على 400 سايح، على 500 ألف تدريجيا، ونطلع. هو على العموم النهارده بشكل محترم جدا السيد وزير السياحه قال بيعترف بوجود خطأ في أزمة تشغيل الأهرامات، وإنه يعني هذا الأمر لن يستمر كثيرا، فيعني الاعتراف بالمشكلة نص الحل. هو بص يا أستاذ عمرو، لا يخفى على أي مخلوق إنه أنت ما فيش من كام يوم كان عندك رئيس جمهورية بيتمشى في خان الخليلي ومعاه ضيف دولة عظمى بيلف بيه على رجله في منطقة، وحصل يعني ردود أفعال طيبة على مستوى العالم كله. ولا يخفى على حد إن احنا الأسهم السياحة عندنا طالعة لفوق، وليست لمجهودات أي شخص، بل هي مجهودات الدولة. دي مجهودات الحكومة المصرية. التطوير مش في منطقة الأهرامات بس، التطوير في كل حتة. وجنب الهرم، جنب الهرم في المتحف المصري الكبير اللي أنظار العالم كلها خلاص بص عليه دلوقتي. والناس بإذن الله، أنا بقول لحضرتك الأسهم طالعة لفوق لحد 3/7، لحد ما يا هنعمل رب يا رب. عظيم عظيم. وهو ده اللي هيعوض مصر حضرتك، وتقدر ترفع وتعمل، والاسعار تحط زي ما انت عاوز، وتاخد من الاجنبي مش من المصري. كويس، لانه الفرق العمله معاهم، والناس جاهزه تيجي مصر. اخبارنا ايجابيه، اخبار مصر ايجابيه، بس لا نتحمل اي اخبار سلبيه. واي انسان هيحاول انه يعمل اي حركه غير مدروسه بالنسبه للسياحه المصريه، وده مش حقل تجارب. احنا بنقول السياحه طالعه لفوق، محدش يهوب ناحيتها، وما ناخدش فيها اي مخاطرات ولا واحد في المليون. أكيد. وليد البطوطي نقيب المرشدين السياحيين الأسبق، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. خلينا نطلع فاصل إعلاني ونرجع تاني الفقرة القادمة. لسه عندي حكايات في الحلويات، ابقوا معنا. ممكن أقول لحضراتكم أنا إيه اللي ضايقني في موضوع زيزو؟ وفي البداية يجب أن أقول فليذهب زيزو إلى الأهلي، أو زيزو ذهب إلى الأهلي. ربنا معاه وربنا يسهل له. شوفوا قد إيه، ويلعب وياخد فلوس ويعمل تاريخ وكل اللي هو عايزه، كل اللي هو عايزه. يعني أنا ما عنديش أي مشكلة، لا هو آخر لعيب هيمشي من الزمالك ولا أول لعيب مشي. أنا وأنا طفل حضرت فاروق جعفر أما هرب لأمريكا. فاروق جعفر أما هرب لأمريكا. والناس اللي بتشجع الزمالك ما بتشجعوش علشان زيزو ولا فاروق جعفر ولا حسن شحاتة. احنا بنحب الزمالك. احنا لو مع الرايجة كنا كلنا نشجع الرايجة ونشجع النادي اللي كل الدنيا واقفة وراه. انما احنا مش بتوع الرايجة. احنا لينا مزاج مش قد كده يعني، بس مزاجنا بنحب النادي ده وبنشجعه لأسباب كثيرة جدا. الزملكاويه يا جماعة اتضايقوا من الحركة. حركة مش شريفة، ما اتعملتش بشرف.
والغريب يا ساده انه اللي كان ضالع فيها شخصيه رياضيه المفروض يعني انها بتتكلم على المبادئ ونادي المبادئ والى اخره. طبعا ناس كتير هيقولوا لي وايه يعني، ما هو زيزو خلاص حر، زيزو خلاص مش عارف ايه. انما هو اللي عمل الصدمه للزملكاويه كلهم ايه؟ انه حضرتك قاعد لسه بتدي مواعيد وانت ماضي يوم 12 في بيت محمود الخطيب طبقا لتقارير. يعني انت رحت، وده طبعا ضغط كبير ان الخطيب بنفسه قاعد مع زيزو ومضى معاه. خلاص بقى، طب انت يا زيزو من يوم 12 بتكلمنا في ايه؟ ومن قبلها بشهر بتكلمنا في ايه؟ ما خلاص قول لنا يا عمي انك مضيت وربنا يسهل لك، وليذهب زيزو الى الاهلي. هيجرى ايه يعني؟ بصوا يا جماعه، لا بقاء زيزو جوه الزمالك كان هيسود بطولات الزمالك، ولا عدم ذهاب زيزو الى الاهلي كان هيقلل بطولات الاهلي. كان هيفضل الاهلي ياخد بطولات ويفضل طب ما زيزو موجود في الزمالك وكنا بنتغلب وبنتغلب من الاهلي وبتضيع مننا البطولات وتطلع الخامس والسادس في الدوري وزيزو موجود. هو زيزو جاب كام دوري للزمالك؟ هي مش دي القضيه. القضيه في الشغل اللي ما كانش مباشر، في الشغل اللي ما كانش واضح، في الطرق الملتوية. يا جماعة خدوا الزمالك كله، خدوه بحسين لبيب حتى، يعني خدوه برئيس النادي، اللي عايز ياخد حد ياخده. هي مش دي القضية. إنما القضية إنه اتعمل حاجة غير تقليدية، وحاجة فيها الكثير من اللوع والبتاع. طبعا برافو عليك، يعني شاطر، خدت زيزو وضحكت علينا طب انا عايز اسال سؤال، هو الفرق بين العرض بتاع الاهلي والعرض بتاع الزمالك قد ايه؟ يعني يكون ده ازيد من ده قد ايه؟ هل مثلا ممكن الاهلي هيدفع لزيزو مليار جنيه زياده؟ لا، هيبقى فرق بسيط. هل زيزو راح الاهلي عشان فرق الكم قرش دول؟ هل كل الحكايه على العموله اللي بيتخانقوا عليها دلوقتي ابو زيزو مع الراجل المسؤول في النادي الاهلي؟ هو ده المبلغ؟ هي دي الحكايه؟ يا جماعه اما تشوف محمد صلاح المبلغ اللي هو كان قالوا له لا اسفين مش هنقدر نديك المبلغ ده. الراجل قال ايه النهارده؟ قال لك انا بقالي 8 سنين في ليفربول، انا بحب البلد، عيلتي بتحب البلد ديت انها تعيش فيها، الناس دي عاملوني كويس، انا بقالي 8 سنين وحابب ان انا اكمل فيها. انت اما تروح للاهلي دلوقتي زي ما قلتها لك قبل كده، انت حر طبعا. وعلى فكره انا مش من انصار الهجوم على زيزو، وبقول لنادي الزمالك العقوا هزيمتكم واسكتوا، وبلاش بقى اصل هنقدم فيه بلاغ هنحوله للتحقيق. انت اتغلبت لان انت كنت بطيء. كمان مجلس اداره الزمالك كان بطيئا بطء السلحفه، وكان لسبب او لاخر عنده اطمئنان شديد ان ابن النادي مش هيسيب النادي. انما هو كان يجب ان يعلم ان ابن النادي كان هيبص لفلوس النادي التاني، من حقه على فكره. بس كام يعني؟ انت فرقت معاك كام يا كابتن سيد؟ مليون 2؟ من حقك. بس هل ده يساوي هتفضل في حياتك كلها العلامه دي موجوده مهما عملت، وهتروح تقف جنب التاني اللي شتم الاولاني من ماتشين وهيبص لك من فوق لتحت كده؟ طب هو ده اللي انت عايزه؟ طيب النادي اصله عاملك وحش، نادي بتاعك كلنا. على فكره المره اللي انا عملت فيها انترفيو مع زيزو كان جاي كان عنده مشكله برضه في التوقيع وفي العقد، من حقه. بس بصراحه اللي ضايقنا انها ما اتلعبتش فير، ما كانش لعب نظيف.
هتقول لي وفيها ايه؟ لا ما فيهاش حاجه خالص. هو بس هم ايه كانوا مكتمين بقى. وبعدين يطلع زيزو يقول لك ايه؟ اللي عنده ورقه يوريهاني. هنوريها لك فين؟ دي في بيت الخطيب. هنجيب لك الورقه منين؟ هنجيب لك الورقه منين؟ 80 مليون من خارج النادي، يا رب يدوله 100، يا رب يدوله 200. بس هو يعني كان اكتر قد ايه من اللي كان الزمالك عرضه عليك؟ هو اللي حصل فعلا ان الزمالك حد اتخانق مع ابوه، ما تعملش كويس، هو عنده فلوس متاخره. على فكره الزمالك الآفة بتاعت فلوس متاخره، لانه الزمالك مشاكله الاقتصاديه من سنين زي الزفت. يعني مجلس الاداره ده قاعد في مشاكل اقتصاديه قد كده، فالناس كلها ما بتقبضش في وقتها. بس هو انا ما اقدرش اقنعك ان اقعد عشان بتحب النادي. لا، انا مش هحب النادي، انا راجل محترف والنادي اللي يدفع لي ياخدني. فاذا كان هو ده المبدأ يا زيزو، ربنا معاك، وليذهب زيزو الى الاهلي. وانا ارجو نادي الزمالك بحق لو سمحتم اقفلوا بقى الملف ده خالص خالص. فكر بقى. وعايز افكركم حاجه، افكركم بحاجه، الاهلي عمل الدوشه دي كلها علشان ينسيها لكم. الاهلي هيلعب في الدوري، اللي هو قال لك انا هنسحب وبتاع ومش عارف ايه. دلوقتي طبعا الاهلي مبسوط جدا لما حدش فاكر ان الاهلي قال انه هينسحب. الاهلي هيلعب في الدوري بكره او بعده. لما قال على الحكام الاجانب وانسحب، والثلاث نقط اللي رجعتوها له تاني. طب يا جماعه ما تقولوا لنا يعني. انا على فكره انا 100 مره قلت ما تخلوا البتاعه دي بالطص كده، كل سنه واحد ياخد الدرع ويقول لك ايه اصل الزمالك ده نادي محظوظ فين. ده كل المصايب بتجرى للزمالك ورا بعض، وفي ناس كتير، وربنا يهني الاهلي بالناس اللي بتدعمه. ربنا يهنيه على فكره، ده مش عيب برضه على فكره عشان ما حدش يزعل يعني. خزاين مفتوحه، انما برضه العداله الماليه فين؟ هو مش في حدود للحاجات دي للصرف؟ في جهاز مركزي المحاسبات بيسأل الناس دي. على فكرة النوادي دي ملك الدولة، ده مش ملك اصل المصريين عندهم ايه؟ احنا النادي ملكنا. لا مش ملكك، النادي ملك الدولة. الاهلي ده ملك الدولة، مش ملك محمود الخطيب يعني مع الاحتفاظ بالألقاب يعني، ولا ملك جمهور النادي الاهلي وخالص، ده ملك الدولة. فعلى البركة وربنا معاك يا ابني. وانا بقولها نصيحه صريحه، ما حدش يقرب لزيزو ولا حد يضايقه. وبعدين يجي يقول لك ايه؟ يقول لك كنا ننزله الماتش. هننزله الماتش ازاي؟ الجمهور كان هيعمل ايه؟ ده زيزو ينزل يلعب مع الزمالك وهو عارف ان هو ماضي مع الاهلي وكان بيضحك علينا، كان هيعمل فيه ايه؟ ده كانت تحصل كارثه في الاستاد. يا عمي بلاش استفزاز. روح يا عمي الى النادي الاهلي، القلعه الحمراء. ربنا معاك ويبارك لك انت وابوك وحياتكم جميله، وهيفضل الزمالك زمالك وهيفضل الاهلي اهلي. لا انت اللي هتزود ولا انت اللي هتنقص. خلاص احنا بنحافظ على اللعيبه بتاعتنا. انما لو الاهلي بيفكر بقى في الزمالك انه مركز شباب لتفريخ المواهب، ده نص الفرقه بقت من الزمالك. ومش النص ده بالقيمه بالوزن يعني، بالوزن بالوزن انت نص الفرقه من عندنا. واستسهال، في فلوس وفي حد بيدفع وفي حد بيصرف. انا ما بقولش ده غلط، اصرف وادفع واشتري الزمالك كله لغايه حسين لبيب. انما احنا افتكرناها المجلس اداره قاعد بيتكلم مع ابن من ابناء النادي، وانه مفيش حاجه. وكل ما كانوا يقولوا لي ده الاهلي مضى، اقول لهم يا جماعه يا جماعه، طب هو لغايه النهارده في حد طلع من الاهلي قال احنا مضينا؟ حد بيتكلم؟ مفيش حد خالص.
طب العقد ايه؟ ما حدش بكام، ما حدش فاهم. كام سنه حدش. انما ان انت رئيس النادي شخصيا راح قعد مع زي عشان ياخده. طيب خلاص ربنا معاك يعني. وهو غلط في الزمالك فعلا. كنا لازم نجيب مجلس الاداره كله يقعد مع زيزو كله، ونجيب بقى ميدو وحازم امام وممدوح عباس وحسين لبيب وكل مجلس اداره يجي يقعدوا معاه. يا كابتن زيزو تحت امرك، عايز ايه؟ خلاص ربنا معاك ويوفقك وابعدوا عن زيزو تماما. وانا بقى اناشد الناس اللي على السوشيال ميديا، يا جماعه ما حدش يشتم زيزو. خلاص ربنا يسهل له. ما حدش يهدده، ما حدش يتنمر عليه. هو اختار ومن حقه. هو ما عملش حاجه. الراجل قال لك انا ما فلوسي ناقصه وما باخدهاش. ده خلاص ربنا معاك. روح بقى مع النادي اللي هيدفع لك الفلوس. وعلى فكره مش عيب يا زيزو ان انت اخترت فلوس، ومش عيب ان ابوك اختار فلوس، بس العيب ان هو بقى يدي حقوق الناس التانيه كمان. ما هو كمان مش هناكل فلوس الناس يعني. ارجوكم هذا الموضوع قد انتهى، وانتهى نهايه بايخه ما فيهاش كده. بجد مش شيك، مش راقيه، طريقه خلفيه كده ما تفهمش ايه الحكايه فيها. انما معلش عادي، ما احنا متعودين على كده في الزمالك. خليكم فاكرين ان هو قال انه مش هيلعب في الدوري تاني. انما هم ما بيهمهمش. واضح انه النادي الاهلي دلوقتي بقى نادي ميكيافيلي، اللي تغلبه العبه. اعمل اللي انت عايزه، المهم المصلحه. اوعى تاني حد يقول لي ده نادي المبادئ، والا والله ما انا بادئ. ماشي. طبعا الخبر المهم في العالم بقى، الملك المصري محمد صلاح، راجل العقل، الراجل الكبارة، الراجل اللي يشرفك، الراجل اللي تنبسط انه هو بيمثلك في المحافل الدولية. جدد مع ليفربول سنتين، 480 ألف جنيه استرليني في الأسبوع. كان بياخد 350 360، هو كان عايز 500. قالوا له لا هندفع، قالوا له ماشي تمام شغال. آخر عرض جه لمحمد صلاح كام؟ 3 أضعاف الرقم ده. بسلطاته ببابا غنوجه بقى. عارفين سلطاته وبابا غنوجه ده ايه؟ سلطاته وبابا غنوجه. معانا محمد قطب الناقد الرياضي من لندن. اهلا بيك يا حبيبي. مساء الخير استاذ عمرو. اخبار التجديد ايه؟ وشفنا انترفيو محترم جدا لصلاح بعد ما مضى. ايه الاخبار وردود الافعال عندك؟ شفنا ان المود اتغير تماما حوالين بيئه ليفربول بعد الاسبوع الاخير والخساره قدام فولم. يبدو ان النادي اختار توقيت مناسب جدا للاعلان عن تجديد محمد صلاح. في ارتياح كبير جدا بين الجمهور. انا سالت عدد كبير من مشجعي ليفربول، وكأن هم وانزاح زي ما بنقول بالمصري بالنسبه لهم ان صلاح مكمل، انه قصه صلاح مع ليفربول هتوصل ل10 سنين. تخيل او لنا ان نتخيل ان عقد كامل من الزمان هيمضيه صلاح على قمه الهرم في الكره الانجليزيه. وصلاح بيتكلم على انه مرتاح في المدينه بقت بيته بمعنى اصح. المكان دوت هو ملك متوج زي ما اتحط في فيديو التقديم بتاعه، كرسي ملكي في وسط ملعب أنفيلد. لا اعتقد ان هناك لاعب في السابق تم تقديمه بهذه الطريقة، انه ملك متوج في قلب ملعب أنفيلد. دي الرسالة اللي وصلت لنا من نادي ليفربول، ودي الرسالة اللي وصلها صلاح، انه أنفيلد بيته، ليفربول مدينته، مدينة أولاده، مدينة أسرته. فالموضوع بقى أكبر من مجرد كرة القدم. صلاح بقى رمز للمدينة ديت، زي ما تعليقات كتيرة جدا في الصحافة في السوشيال ميديا ما بين حتى الناس العادية اللي بنقابلهم في الشارع بيقولوا ان صلاح بقى اكتر من مجرد لاعب كرة قدم، هو رمز المدينة زيه زي النجوم الكبار إيان راش، ستيفن جيرارد، وقائمة طويلة جدا. نادي عنده اساطير شعبيين. صلاح بخطوة النهاردة بيأصل نفسه واحد من مش بس الهدافين التاريخيين لكن الاساطير الشعبيين للنادي دوت، ايا كانت
ما ستسفر عنه السنتين القادمتين، والخطوه الجايه غالبا الاحتفال باللقب بالبريمير ليج، فهي هديه. يعني انا مش قبل عارف الهدية ازاي الكبرى. في ناس عندها شك ان ليفربول هياخد الدوري السنه دي بالفرق اللي بالنقط دي دلوقتي. معقوله يفقدوا الدوري بعد ده كله؟ لا اعتقد هي مساله وقت. خلينا نعترف ان موسم ليفربول انطفى شويه بعد الخروج من دوري الابطال وخساره كاس الرابطه في اسبوع واحد، لكن الفريق عنده فرق نقط كبير جدا، متفوق على منافسيه اللي مشغولين خصوصا ارسنال بدوري الابطال. فاعتقد انه مساله وقت قبل ما يتمثل ليفربول من حسم اللقب، وانه يصبح النادي الاكثر تتويجا بلقب الدوري الانجليزي، يوصل ل 20 لقب. اعتقد انها مساله وقت. وصلاح اتكلم على نقطه مهمه جدا استاذ عمرو، انه ليفربول في المره الاخيره لما فاز باللقب كانت اجراءات كورونا مسيطره على البلد هنا، ما كانش في احتماليه ان الجمهور يخرج يحتفل في الشوارع. ودي المره دي الشيء اللي كان دافع عند صلاح، انه عايز يحتفل مع المدينه باللقب في شوارع ليفربول. راجل مش بس عينه على الالقاب، على الجانب المجتمعي كمان، هو عايز يحتفل مع الجمهور في الشارع باللقب. ومن هنا بيجي تقدير الجمهور العادي، اللي اعتقد ان جمهور ليفربول كان شريك في رحله التجديد دوت، في رحله المطالبه بالعقد الجديد لصلاح. بعد كل مباراه، بعد كل هدف، بعد كل اسيست، كانوا بشكل صريح وواضح بيقولوا ادوا صلاح اللي هو عايزه، قعدوه معانا في النادي. وده اللي في الاخر اداره ليفربول ادركت، انه لا غنى للنادي دوت عن صلاح في الفتره الحاليه، ولا يمكن لمشروع ليفربول القائم ان يستمر كما هو في المكانه المؤصله في كره القدم الانجليزيه من غير لعيب بقيمه محمد صلاح. يعني خد بالك كمان، هو الكرة كلها لعبت عشانه، لان هو السنه دي خلاص هياخد الدوري، 27 جون غير الاسيستات غير المستوى العظيم، فكل شيء اهل ان احنا نخلص انه محمد صلاح يكمل في ليفربول سنتين كمان ويقفل ال10 سنين. 100%. واعتقد انه لما يكون لعيب مساهم في اكثر من 50% من اهداف فريقه في كل البطولات، فمن الصعب جدا على اي نادي، ايا كانت ميزانيته، ايا كان سقف الرواتب، ايا كانت افكار ملاكه او مديرينه عن التقدم في السن بالنسبه للاعيب الكوره، انهم يفرطوا فيه. لا يمكن يواجهوا الجمهور ويقولوا احنا عندنا مشروع جديد ومحتاجين دم جديد، لانه احنا بنتكلم على لعيب في اعلى مراحل عطائه الكرويه على مستوى الارقام، حتى مش بس على مستوى الاداء. احنا صلاح في الموسم دوت واصل لاعلى عدد مساهمات للاعب واحد في الدوريات الاوروبيه الكبرى على مستوى الاهداف وصناعه الاهداف ايضا. وكره القدم عموما اتغيرت. اللاعب لما وصل ل 32 33 سنه ما بقاش مقياس او معيار انه الافضل عنده مضى. صلاح محافظ على نفسه، الاشياء اللي الزم بيها نفسه في الفتره الاخيره على مستوى التغذيه، على مستوى الريكفري والتعافي والتجديد في الجيم والكونديشننج والكلام دوت، كلها امور بتقول انه صلاح قادر ان هو يكمل لسنين طويله، مش بس السنتين اللي في العقد. هو بصراحه كمان المدير بتاعه رامي يعني راجل اعمال متميز ومحامي شاطر، فهو كمان ورا نجاح المسيره بتاعته، مش بس جوه النادي وكل الاعمال بتاعت صلاح اللي موجوده على مدى السنين اللي فاتت. من غير اي شك. ولازم نقول هنا انه الاداره لمشروع محمد صلاح كانت ممتازه على مستوى الصبر الاستراتيجي. احنا بنتكلم عن فتره انتقاليه مر بيها ليفربول في نهايه الموسم اللي فات. يورجن كلوب خرج، جاء مدير عمليات كره القدم قديم جديد هو مايكل ادواردز، جاء كمان ريتشارد هيوز مدير رياضي جديد للنادي. فكان طبيعي جدا لبيئه محمد صلاح، للمسؤولين عن اداره اعماله، ان هم ينتظروا ويشوفوا بيئه النادي ديت هل هتكون مناسبه لصلاح انه يستمر ولا لا. فالصبر على البيئه دي. طبعا شفنا ان ارني سلوت انسجم مع صلاح بشكل كبير، والنهارده اتكلم في المؤتمر الصحفي ان هو اخبار ممتازه للجمهور، وان هو يعني صلاح وصل لمستوى من الصعب لسلوت ان هو يضيف له. بيقول ان هو ممكن يوصل للكمال في العقد الجديد. ف يعني رصيد كبير جدا اعتقد، وكريدت كبير جدا للاداره لصلاح للمشروع دوت، ان هو في ظل كل هذه التكهنات، في ظل الحديث احيانا صلاح خرج وتكلم عن عقده ومستقبله، كل الاحاديث ديت ما اثرتش على مردوده في الملعب. وعايز اقول مره ثانيه، هات لي لاعب في العالم في اعلى مستوياته على الاطلاق في اخر سنه في عقده، لا اظن ان اي لاعب فوق ال 30
في السنوات الاخيره في كره القدم، كان في اخر سنه في عقده وفضل محافظ على التركيز بالشكل اللي حافظ بيه صلاح على تركيزه. صلاح باهدافه، بادارته للملف، بالصبر الاستراتيجي اللي تحلى بيه هو وادارته، وحتى اداره ليفربول في لان كانت الرغبه متبادله في نهايه الامر، هي التي يعني اوصلت الامور للتجديد المنتظر من النادي، من الجمهور، من الجميع. لانه يدرك صلاح انه لا يوجد مكان هيمنحه هذه القيمه وهذه الملكيه، الحاله الملكيه مثل ليفربول. ويدرك ليفربول انه عشان يبدل صلاح بلاعب اخر محتاج مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينيه، لانه 50% من قوه الفريق واكثر احصائيا، مش بس عشان احنا مصريين بنجامل صلاح، ده ارقام بتتكلم عن نفسها للاعب في 32 سنه لكن لا يظهر اي علامات على التقدم في العمر حتى الان. محمد قطب الناقد الرياضي من لندن، بشكرك شكرا جزيلا، وربنا يبارك لك يا ابني وينجحك دايما. وانت راجل مجتهد وبار بأهلك وبار ببلدك وموهوب وبتتعب كتير واستحملت كتير. ربنا يبارك لك وتفضل على طول على القمة كده، وبعد سنتين مش عيب يبقى عندك مشوار جديد وحاجة جديدة تعملها. انت أسطورة مصرية حقيقية، وعندي شك يصل إلى حد اليقين إنه محمد صلاح مش هيتكرر تاني، لا مصريا ولا عربيا، ويمكن بعد السنتين دول عالميا. ربنا يخليك يا صلاح، وتفضل ضحكتك وثقتك بنفسك. يا جماعة، محمد صلاح ده لعيب كرة بيقرا كتب. معلش هتقول لي ده وايه اهميته؟ اظن الناس الذكيه شويه هتفهم انا بقول ايه. محمد صلاح بيقرا كتب، مش في الكوره، في كل مجالات الحياه. طب النهارده اتفرج على صلاح الانترفيو اللي هو عامله بالانجليزي. هو جاب الانجليزي ده منين؟ الطلاقه ديت منين؟ اتفرج عليه النهارده في الانترفيو اللي عمله مع ليفربول بالانجليزيه. متميز بكل المقاييس، شيء لا يصدقه عقل. خلينا نطلع فاصل إعلاني.